تيست مايك تيست. اقول الله الله فراشة الحاج فتحي عقلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ اهلا يا حبيبي، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. النهارده يوم 21 رمضان بيوافق يوم 21 مارس، سبحان الله، وده بيوافق اول يوم وتري. بعد ده كله بيوافق عيد الام. فالحلقة النهارده هتبقى عن ست الحبايب. واهلا وسهلا بيكم في البرنامج الاكبر والاضخم انتاجا. عايزين النهارده نتكلم عن الام المصريه وحلاوه الام المصريه وجمال الام المصريه. طبعا انا كنت لسه بغني على السلم بقول لك ايه؟ الست دي امي شقيانه طول عمرها، ما شالتش غير همي وهم اختي وهم اخويا وهم ابويا وهم ستي وهم خالتي وهم خالي. الله يعينها، الله يعينهم كلهم. في حاجه بقى، الست قبل ما تتجوز تبقى بنت طبيعيه خالص، تعمل كل اللي الناس بتعمله عادي. اول ما بتعرف ان هي حامل بحس كده ان هي بتروح مكان معين زي دار الامومه والطفوله، يبداوا بقى يغيروا لها السوفت وير بتاع دماغها، تك 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 بقى يبداوا بقى يحطوا لها المصطلحات بقى بتاعت اي ام. انت لا ابني ولا اعرفك، انا رميت بيتكم، مش هتعرفي ايه طريق جره. ايوه ايه طريق جره ده؟ مش عارف. هي اصلا بتضيع هبه الموقف ان هي لك طريق جره، تبقى قاعده بتتخانق معاك وانت تقول طريق جره. ايه طريق جره ده؟ طريق جره ده هتشوف شعر وادي عليك ليه؟ ساتلايت؟ لو ما سكتش هوديك عند ام 44. ام 44 ايه؟ انا طفل وتعاملاتي مع اعضاء الجسم قليله، فلما 44 اللي في دماغي هتبقى مصيبه. ام 44 ذراع رجل، على حسب بقى كل طفل وتربيته. الله اعلم. دي كان لها مثلا تفسير منطقي مع الوقت. مين ابو رجل مسلوخ ومين امنا الغوله؟ وهي لما هي امنا الغوله انت بتعملي ايه؟ انت مين؟ بس انا عايز اقول لك برضه في قدره خارقه عند الامهات المصريه. انت مثلا تبقى قاعد وابنك ربنا يبارك فيه كده مثلا قاعد عمال يتكلم ويقول حاجات وبتاع ومش عارف ايه، انت قاعد مش فاهم حاجه، فهي سبحان الله تبقى فاهمه. ايوه، هو الواد عايز ياكل مكرونه بشاميل، عايز يخش كليه هندسه، وعايز ينقل التجمع، وقال حاجات كتير قوي انت لا تعلم عنها شيء. فدي من ضمن القدرات الخارقه. يعني من احدى الحاجات في السن ده ان الواد بيبقى ظارب، مش عامل حمام ظارب والله، وهي بتبقى مضطره تغير مع ان ابنها الواد بيبقى عامل زي الشوكولاته الشيكسو بتاعت زمان دي، عارفها انت لو ضغطت عليه من ورا كده بص من بعد ما بتكبر شويه او الطفل بيكبر شويه، الام بتتعامل مع ابنها على انه شنطه جلد، بس جلد بشري. بيبداوا يتعاملوا معاه ان هو ما تتحركش من هنا. ما تتحركش من هنا ليه؟ طفل عايز امرح والعب واتنطط واروح واجي، ما تتحركش من هنا ليه؟ بالظبط. يعني هو مثلا الطفل هو اللي مقدرها في الحته دي ولا هي اللي مقدره الطفل في الحته دي؟ هي اللي مقدراه. هو الواد يعني بيبقى عايز يمرح وينطلق في الحياه. تاني حاجه بقى، او يعني مش تاني حاجه، عايز اقول يا اسطى انا ضايع. طب موضوع ما كناش جايين في الجنة. اديني طاقه. اديك طاقه ازاي؟ مش عارف. فوق يا اسطى، فوق يا حبيبي، فوق. انا عايز اقول لك ان امي تعرف كل حاجه. امي زيها زي اي ست مصريه، ما تحورش على جهاز كشف كذب متحرك. هي بتروح ليها مصاله منك كده، توصلك في عينيك، هي بتسكان. كان في كيكه في الثلاجه، عارفه كل حاجه، ما فيش حاجه تستخبى عليك. امك كمان بقى لما مثلا الضغط النفسي يزيد عليها والضغط العصبي يزيد عليها في البيت بقى وشغل البيت والكلام ده كله، تيجي تقرب منها تقول لها كلمه حلوه، ممكن تسيب لك وتسيب ابوك وتسيب اللي خلفوك، ابعد عني. لما تكون انت الاخ الكبير، اي حاجه اخوك الصغير يعملها انت اللي بتتضرب، انت اللي بتحسب عليها. حصل، عشان انت القدوه. طب انا عملت ايه؟ انا عايز اقول لك ان في مشكله عند جميع الامهات المصريين في فكره ان ابنها لما يبقى معاها ويتوب، فالواد يا عيني تايه من اهله، زعلان، بيعيط، وقيس فجاه امه تظهر من العدم وتشوفه، فاول مشاعر بتيجي في دماغك ايه؟ عايز حضن. عايز حضن. هي بقى ليه لما بتقرب عليها وهو مقرب منها ترفع ايديها تقوم سفخه قلم وترجع بعدها تحضنه، وترجع بقى تضربه وهي بتحضنه. انت عايزه ايه؟ انت بتضربيه وبتحضنيه ليه؟ ما هي تضربيه تحضنيه. حاجه غريبه فعلا والله. بس هو عارف انت اللي هو اختلاط مشاعر اصلا. بعدين هو برضه مهما كان راح ولا جه هو طفل، هو مش هيتوه نفسه عشان يقعد يعيط ويقعد يقول ماما ماما. انا عايزك تصحصح معايا بقى كده عشان المرحله اللي جايه مرحله صعبه. لما الابن بيبدا يكبر شويه وامه بتبدا تضغط عليه عشان يذاكر، ذاكر 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 ذاكر، وبيتضغط على طفل في رابعه او خمسه ابتدائي كانه ايلون ماسك. انت مش مخلفه احمد زويل، انت مخلفه طفل اصلا الدكاتره قالت لك هو لو في 10 ثانيه ابتدائي يبقى حلو. عايز اقول لك ان انا في مره امي كانت بتذاكر لي. المرحله دي اي ام بتذاكر لابنها يعني. انا امي كانت بتذاكر لي. امي يا اسطى كانت
تخش مثلا تحفظني كلمات انجليزي مثلا، فانا بخش اخد الكلمات الانجليزي ده اخش احفظها واطلع. فانا لما اخش احفظها واطلع بروح اسمع لها، فهي ادتني كلمات احفظها وارجع اسمع لها حوالي 16 مره مثلا. حلو. جت بقى في اخر مره، اخر ما زهقت مني يا اسطى، شفت اللقطه بتاعت شاديه اللي هي امي بدات تتحول، مسكت الكتاب كده بتبص على اللي انا كاتبه يعني، لقيتني مش حافظ تاني. حلو. امي بقى شفت هالك يغضب ويبدا عظم اسمها يطرقع. ده اللي حصل. لقيت انا فاضت لي بالكتاب في نص دماغي وقامت لي. فضلت اجري الشقه كلها عباره عن 120 متر، هاجي اروح فين؟ اكتر ملجا الانفينيتي. الانفينيتي لف ورا السفره، لف حواليها. فضلت يا اسطى الف ورا السفره، تلف ورايا تقول لي خد يا ابنك لحد ما امي يا اسطى اللحظه من اللحظات قلبت ريم ستيريو. عملت ايه؟ شفت اسلوب التنين، انا متعلق اسلوب التنين الطائر، ولقيتها نطت لي طلعت لي فوق السفره، خدتك نزلت بيك ارك اهو. بعد كده ما انا مش عارف اروح فين واجي منين يا اسطى، لقيت امي نطت عليا ومسكتني زنقتني عملت لي رجل كرسي. البنات بتعاني من مشكله جامده قوي مع امهاتها في المرحله العمريه اللي هي بتبقى امها بعد الطفوله على طول. اللي بتحس انها بقت انسه وكده يعني. بالظبط. جايه مثلا ايه في ايام زي رمضان كده، البنت فطرت وقايمه رايحه تلبس. هي حبيبتي رايحه فين؟ والله رايحه اصلي التراويح مع صحباتي وبتاع. الحمد لله. خلاص اوكي مش مشكله. مش هعملك كحلاوه. لبست يا حبيبتي مش عارف ايه. ماما انا هلبس ايه؟ قالت لها حبيبتي البسي العبايه اللي انا جايبها لي. خلصنا ماما جميله وزي الفل. حلو. وراضيه عن البنوته والامور طيبه والدنيا حلوه. البنت دخلت تلبس في امان الله. امها قامت تاخد لفه في المطبخ، لقيت مواعين الفطار لسه ما اتغسلتش. نهار اسود. امها رجعت تاني قاعده تروح منطلق الاشر وقاعده لابسه الازاله وقاعده عامله كده لحد ما الحلوه تطلع من جوه. تطلع يا باشا لبست العبايه البنوته. اول ما البنت تطلع من جوه رايحه فين؟ البنت بقى اللي هو رايحه فين ايه؟ رايحه على كمان ما انا قايله لك رايحه فين؟ تصلي؟ والعبايه دي بقى عبايه صلاه. حط لي فول ميك اب. مين بقى صاحباتك اللي انت رايحه معاهم؟ لازم اصلي معاك. ما تروحيش تصلي. البنت صعب على نفسها ولسه تعيط وتنهار. روح بيها ايه؟ يا حاج تعال شوف يا حاج. يا اسطى انت كنت بتضرب بالشبشب. والله انا امي كانت روبرتو كارلوس. عندي الشبشب بيلف من ورا العمود ويروح جاي فيا، فاهم؟ مفيش حاجه تستخبى فيها. اصل الشبشب بتاع امي كان فيه فيس ديتكشن عشان لو رمت الشبشب عليك يعدي ما بين اخواتي. ايوه ويجي في وشك. فتحي ديتكتد. عايز اقول لك الشبشب ده عمل رجاله. يا اسطى امك كانت بتعمل ايه معاك في العيديات؟ يا ما خوشت لي. كنت بعمل حركه صايعه. يعني كنت بتصل بخلاني قبلها، كنت الدنيا هدايا كام مثلا؟ دي مثلا 50 جنيه، اقول له اديني 5 جنيه. ولما اقابلك بره اديني الباقي. افضل اشيل فيهم وفي الاخر ابص الاقيهم اختفوا. وفي الاخر انا اكتشفت ان امي عندها قطعه ارض في راس الحكمه مثلا. امي كانت تسخن ابويا وتخرب معاه الدنيا، تخلي ابويا ده خلاص بيطلع شرار، بيطلع نار من ودانه. يجي يمسكني او يمسكني لو النبي يا حاج، لو النبي الواد هيموت في ايدك، خلاص انت الكبير. يا ما انت اللي مسخناه. هي خايفه عليك وفي نفس الوقت عايزه تربيك عشان تبقى حاجه وتبقى راجل متربي. في وقت كده تاني بتبقى امك بقى بتلعب معاك دور اللي عارفه كل حاجه، محقق كونان. هي امك عباره عن اي اصلا. تيجي تقول لك مثلا فلان ده ما تكلموش، فلان ده ما تصاحبوش، وانت اصلا حرامي. تخيل انت امك بتقول لك ما تكلمش فلان وما تروحش لفلان او ما تعملش فلان كده يعني. كان في فتره من الفترات واحد صاحبي ابوه وامه قالوا له ما تكلمش فتحي، عشان فتحي ده انا شفناه مثلا بيعمل ما اعرفش ايه في الشارع وبيتخانق مع الناس في الشارع وهكذا كده يعني. المهم انا في يوم ده بعدي يعني خلاص الايام عدت وانا هو رجعنا اصحاب تاني ما اعرفش ايه. انا رحت اعدي على صاحبي ده في البيت. تخيل كده لقيت ايه؟ طلعت لقيته بيفتح باب الشقه وبيجري على بابا، بيقول لي سيبني فتحي دلوقتي عشان مش فاضي، تعال خش. وبيجري على الاوضه جوه. لقيت امه قاعده وهو قاعد بالفانلة الحمالات والشورت وقاعد بيلعب امه كوتشينه على فلوس. امه كانت مخسره يجي 13 جنيه. امه دي اللي كانت بتقول لي انا وحياه ربنا. لا والله امه دي اللي كانت بتقول لي انا ما تصاحبش فتحي عشان فتحي قليل. كانت بتقول لي ابنها ما تصاحبش فتحي الادب. قاعد بتلاعب ابنها على فلوس. قاعد بتلاعب ابنها على كوتشينه على فلوس. فدخلت لقيت امه قاعده كده يا اسطى وهو قاعد كده بالفانلة الحمالات والشورت وقاعد بيلعب امه يا اسطى، وقاعد بقى يا اسطى خسران 13 جنيه. الدنيا خربانه. وفي حاجه كمان برضه عايز اكلمك عليها، ان اي مشكله كونيه ممكن تحصل لك هي بسبب المروحه. ماما انا مصدع عشان تبقى تنام وتسيب المروحه شغاله. ماما انا بطني وجعاني. اكيد من المروحه. اطفي المروحه وانت نايم قلت لك هتبرد. ماما انا جايب درجات وحشه في الكليه بسبب المروحه. انت لو مش مشغل المروحه كان زمانك بتعرف تركز وبتعرف تذاكر، لكن انت المروحه دي هي اللي هتجيب اجلك. براحتك خليك حر، انا نصحتك وانت براحتك. ماما انا عندي ضعف في فتره انت لما بتكبر شويه وتبدا انت بقى اللي تبقى الى حد ما مسؤول عن قراراتك وحاجتك وكده.
انت بقى بتبدا تذاكر منك لنفسك، ما امك مش هتقعد بقى تذاكر لك تاني. انت امك كل اللي طالع عليها في الفتره دي ذاكر 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 ذاكر، تصحى من النوم ذاكر، تخش الحمام تلاقي طالع لك من قلب السيفون ذاكر. الفتره دي بقى كانت فعلا بالنسبه لي صعبه. انا كان ليا واحد صاحبي كان يجي لي عند البيت عشان خاطر يذاكر معايا، نقعد ساعه 2 3. يعني احمد ده اللي كان بيذاكر وانا كنت بقعد اقول تعالى نريح شويه، تعالى نلعب شويه، تعالى نعمل معرفش ايه شويه. ساعه 2 3 يخلصوا الاقي امي عملت ايه بقى، دخلت تلاقينا مثلا قاعدين عادي، انت ما بتذاكرش وانت ما بتذاكرش احمد ومروح. والله ابنك هو اللي بايظ. بعدها بيومين نفس الكلام واحمد يطرد. احمد بقى بيجي عارف ان هو يطرد، بقى بيسمع باب الاوضه بيتفتح يقوم قايم لامم هدومه السلام عليكم يا طارق، انت صاحب مين؟ انا صاحب فتحي، بذاكر معاه وبطرد. في بقى موقف حصل معايا ما بعد ما عديت مرحله المراهقه بشويه وبدات افسد. فاول حاجه اتعلمتها في طريق الفساد هي كانت السجاير. الساعه 3 الفجر امي نايمه، طبعا رحت عملت جميع التستس بتاعت ان امك نايمه، ان انت تخش الاوضه توقع حاجه، تشيل من عليها الغطا، تحط من عليها الغطا. امي نايمه، انا كنت جايب سيجارتين فرق، طلعت فوق السطح قمت مولع واحده، قعدت شربتها نزلت. حظ امي الزفت انها صحيت، لقيت في الوقت ده بعد الاختبارات اللي انا عملتها دي كلها وصحيت. امي خرجت بس من الحمام وانا عديت وامي خرجت، شمت ريحه سجاير، دخلت لي الاوضه، هي ما سالتنيش، فبتقول لي انا شامه ريحه سجاير، فبقول لها سجاير؟ وانا بقول لها كلمه سجاير دي كانت هي شمت ريحه السجاير اللي طالعه من بوقها. قسما بالله شفت الصعيدي اللي خد 13 قلم على غفله، يا ربنا امي بايديها الاثنين في ايه اضربي في حته واحده. انت ما اتضربتش ساعه السجاير ده؟ لا اتضربت والله اتضربت كتير، اتضربت. وانا عايز اقول لك انا قعدت فتره طويله فشخ يتقال لي ابو سجاره، عارف انت اللي هو كان نوع من انواع المهانه والذل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك وفي امثالك. والله يا ابني قلبي وربي راضيين عنك. دي برضه من ضمن الاقوال المأثوره بتاع امي. انا برضه في موقف غريب قوي بتعرض له فتحي، امي دايما تقول لي عمرك ما قلت لي حاضر. انت ممكن تكون بتقول لها طيب اصلا انا فعلا عمري ما قلت حاضر عشان مش الزمن. عمري ما جبت لامي حاجه وقالت لي انت ان انا جبت حاجه كويسه. مستحيل. دايما تروح داخل عليها كده ايه اللي انت جايبه ده؟ ايه اللي انت جايبه يا اخي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ رحت مثلا اشتريت لبس، ما ينفعش تشتري لبس وما يطلعش انت تضحك عليك. لازم والله العظيم لو انت جايبه من سيل 90% ديسكاونت مستحيل. هتدخل عليه جايبه بكام؟ والله يوم ما لقيته ب 1000 جنيه لقيت عليه 90% ديسكاونت فجايبه ب 100 جنيه. ضحك عليك. امي بتخلي الراجل حرفيا ينزل اللي على الديسبلاي واللي في الشماعات واللي في المخزن هينزل لسه الصيف اللي جاي هيسوق. ايوه سيبك بقى من كل الكلام ده. هتاخد ايه؟ هاخد كذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ بكام مثلا الحاجات دي؟ الحاجات دي سي مثلا ب 1200 جنيه. الطبيعي ان انت تفاصل في كام؟ 200 300 لو انت بطل هتقول 900 مثلا، لكن من 1200 ل 250 جنيه ليه؟ وبتكسب. والله انت اصلا هي هتقول لك بقول لك ايه؟ ارميهم له، فانت تقول له خلاص مش عايز اشتري منك، وتقوم قبل ما تخرج من المحل بثانيه يا استاذه يا امي ايه؟ هناخدهم 250 جنيه. كسبت اللهم لك الحمد وشكرا. لا انتم مخبيين عليا حاجه يا عم امي بتقيس التيشيرت كده بالعرض صح؟ على كتفك من كده. امي كانت بتقيس التيشيرت ازاي؟ من دماغك لكعب رجلك بتلفهولك انت فاهم؟ بتبصلك على مقاس. ينفع سنتين ثلاثه قدام. والفكره ان احنا بنجيب لبس تاني بس انت لازم تلبس حاجه واسعه، هي فاهمه لازم بشكل قاطع. امك لسه كانت فاهمه ان الاوفر سايز جاي. لا ما انا بقول لك هي هم بجد اللي اخترعوا الموضه الاوفر سايز. لا من زمان يعني. امها كانت من بغي. من ايه؟ بغي. اوه ماي جاد. مره يا اسطى امي كانت بتضربني وانا عملت حاجه عصبتها تقريبا. انت تستحق والله. كتر خيرك. وانا بقى يعني انت فاهم يعني انا كنت طفل عادي فتره وبعد كده فجاه طولت يعني فاهم. طولت فجاه وطلع لي دقن فجاه فاهم انت. فانا بقى كنت طويل وبتاع فانا امي جت تضربني فانا والله من غير ما اقصد عادي لقيت نفسي بأبدي رد فعل تلقائي زي عارف انت لما حاجه تيجي في عينك وعينك تغمض لوحدها فهي جت تضرب رحت انا عامل كده. الله اكبر الله. يا اسطى الاذان اذن وبعدها راحت نازله منها دمعه ما اعرفش كانت حطها فين. سايباني الشبشب وقع من ايديها. ايوه وعارف انت بقى قبل كامل لما فجاه تقعد وشها يحمر فجاه كده انت بتقعد تعمل كده واصله لك. وراحت قاعده على جنبه وساكته انا مش فاهم حاجه. وبرده خد بالك الامهات المصريه عندهم ما شاء الله نظره ثاقبه. عارف انت نظره زاروكا وهو بيعمل كده. ايوه امك بقى عندها زغره انت قاعد تخيل انت بقى بص عندك 10 سنين عندك 20 سنه 30 40 سنه انت بتبقى راجل وهي امك. انت طبيعي. فانت بتعمل اي حاجه وتروح امك جايه فجاه تروح بصلك كده تروح قافله عينها سنه وتروح فاتحه عينها زغرالك
تروح في عينيها تاني. قسما بالله مهما كان سنك انت بتتمسمر، بتبدا تشوف انا عملت ايه. تبدا بقى ايه الشكوك تدور جواك. طب البنطلون تمام، طب التيشيرت انا تمام، طب انا ضايقت حد زعلان مني، حد اللي عندي فلوس طيب. وتبدا بقى تغير عليك. يعني انت متخيل امك بقى تبدا تغير عليك من خطيبتك. تبدا بقى ان هي خلاص عماله كانت بتدور لك على واحده علشان تلمك وتخلص وتخلص الحوار، تبدا بقى تغير عليك منها. بتتكلم خطيبتك في التليفون عادي، انت ما بقتش تقعد معايا زي الاول، انا اصلا ما بقعدش معاكي، ما بقتش تهتم بيا. هو ده اللي ابني وبيخلفوهم ليه؟ ولا بتنفع ولا بتضر. ايه رايك في التربيه الحديثه؟ لا اعترف بيها بربع جنيه. التربيه الحديثه ما تطلعش راجل. انا ما اتربيتش تربيه حديثه والحمد لله شايف نفسي راجل وشايف نفسي زي الفل. وما اتربيت ازاي؟ اتربيت عادي، اتربيت بالشبشب والورده، اتربيت بالحزام. ابويا ممكن يكلبشني خلف عادي. هو بقول لك التشايلد ابيوز والكلام فاضي ده هبل. انا امي كان عندها ركن مسميه ركن الشرقيات. ركن الشرقيات ده فيه شبشب وفيه حزام وفيه سلك مشترك. ركن الشرقيات؟ ركن الشرقيات ده في شرق الاوضه يعني. ما اعرفش، هو كان في شرق الصاله كده ما بين الكنبه وما بين الحيطه، فاهم؟ تتزنق فيه تحت التلفزيون. ادوات التعديل. الحته دي مالهاش مهرب، هي حطاهم كده عشان طول ما انت رايح وانت جاي تاخد تبقى عبره لمن يعتبر. تلمح البتاع كده بقيت تخاف تغلط، تخاف تفكر انك تغلط. طبعا الضيوف بتجيلكم بتبقى فاكره ان الكلام ده انتيكس. جومابيل حزام جاي من بغير. ايوه حط بالشكل الجلد تعبان هبل. ايوه جلد حنوشه. انت رايك فيها ايه التربيه الحديثه؟ لو تعرف تكنترول الطفل تمام، لو هتتكل على قفاك بعد كده لا مش تعرف تكنترول الطفل غير بالاسلوب ده. لا عادي. لا ما كانش سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لك اضربوهم هينسفوا؟ ما هو الضرب عند سيدنا النبي ما كان ازاي؟ ايا كان نوع الضرب. لا مش ايا كان نوع الضرب كان عند سيدنا النبي بظهر السواك كده بالراحه، على ايدك يا اما على كتفك. مش ضرب مبرح ان انت خليك لا هو عمرنا ما ضربنا ضرب احنا مبرح. بنشوف الضرب بتاع في امهات بتمسك ولادها تفرتكه. لا طبعا لا تتعامل معاه على انه ماتش مثلا ما بين جون سينا وشيموس. مش ضرب مبرح طبعا، بس الفكره كلها البني ادم برضو اللي يكون متربي في بيئه كويسه هيكون جسمه عزيز عليه، فلما يكون الضرب بظهر المسواك كده ولا السواك زي ما انت بتقول هتكون دي كبيره بالنسبه لي. انا عايز اقول لك انا ممكن ان انا مثلا على فكره انا برضه بقول لك حزام ومشترك والكلام ده كله عمره ما كان ضرب مبرح. يعني انا مثلا مش فاكر ولا مره اتضربت، بس حته ان هو العقاب ليه اساليب. ليه اساليب ان انا اكون معودك على حاجه مثلا بحرمك منها، لكن انا برضو مش من انصار التربيه الحديثه. عايز اقول لك بقى ان الامه المصريه بشكل ما هي مؤثره جدا في اي امه على مستوى وطننا العربي اللي هو بيفهم اللغه بتاعتنا. يعني دايما الامهات الغير مصريات بيبصوا كتير على الام المصريه بتتعامل ازاي مع اولادها وبتتعامل ازاي في بيتها. من احدى الحاجات اللي انا شايف فيها ان الامه المصريه مؤثره جدا على الناس كلها. احنا كنا قاعدين في السعوديه، ففي وقت من الاوقات كده امي كانت قاعده مع صاحباتها وصاحباتها جايبين ولادهم، واحنا كنا قاعدين على بحر في جده. امي قررت ان انا اتبسط، فقالت لي يلا عشان تنزل الميه. فقلت لها ماما هنزل الميه ازاي؟ قالت لي بقول لك يلا عشان هتنزل الميه. مسكتني نفضتني قلعتني وقفتني بالكلوت ونزلتني الميه. مش كده وبس، اثرت في صاحبتها خلتها هي كمان قلعت ولادها ونزلتهم. بقينا احنا ثلاثه كده واقفين في قلب الميه وحياه ربنا واخدين صوره ثلاثه يا اسطى واقفين بالكلوتات كده ومتصورين عشان يتبسطوا. أيوة. عادي. لا الام المصريه ام عظيمه. انا بقى معايا شويه حاجات عايز اوريها لك. اوريك احدى الامهات المصريات الجميله، شوف هي بتعمل ايه. ما ينفعش اكون قاعده براحتي، لو ضربني فعشان مصلحتي، لو ضربني ما هو عادي ما هو صاحبي، لو ضربني عشان تلميذ يا حاج. خدت بالك؟ اللي بقى دي بقى تربيه حديثه. خدت بالك؟ يعني دي بقى يعني من ضمن التربيه الحديثه بقى اللي تسمع الاغاني دي صح؟ بس جنب. اتكل على الله يا حاج، اتكل على الله يا حاج. امك بتكنس عادي تعال نشوف الفيديو. واحده قاعده. ايه ده؟ الباب بيخبط، دخل مستر محمد عبده، هي ادت لامه بالكتف كومتها. محمد بقى داخل. شوف بقى محمد كده يا محمد. انا مش عارف محمد عامل يا اسطى. محمد عارف بتوع الساموراي اللي هم بيحلقوا نص شعرهم من قدام اقرع من ورا. هيخش دلوقتي يقف في نص الصاله يعمل باك فليب، انت فاهم؟ ومتشال امي. بقالي ساعة بخبط على الباب يا نورة في طب دخلت ازاي؟ ثانيه بس ثانيه، زي بالك ساعه بتخبط، دخلت ازاي؟ يا اسطى فتح ده ايوه لما هو فتح كان بيخبط ليه؟ اصلا. انا عايز افهم. هي حشو الحمد لله على السلامة. تحط لك تاكل؟ تحط لك؟ ما هي مش هتحط له تاني. هي اكيد انا ماما سالت لك على الدواء هتقول لك النهارده ان شاء الله. انت لسه تعبانه يا حبيبتي؟ محمد انت تصرفتي لي في فلوس هدية صاحبتي ولا لا؟ نورة الفلوس اللي جايه على قد
العلاج بتاعه دول الفلوس اللي جايه على قد جاي من ورا باب الشقه بينهج يعني. انا عندي حصتين مع جيت لي المفروض اروح احضرهم بدماغي دي. هدية صاحبتك دي ممكن تقول لها هدية بقى خلاص يا نورة، مش لازم تجيب لها هدية غالية. طبعا يا حبيبي، ما هي ماما برضو العلاج اهم. يا بنت انا لو ما خدتش طبعا يا حبيبي. حسن عسيري. بص اصلا بص امه. طب بقول لك تصدق تامن بالله هو ليه حق ان انا اديها بالكتف عادي. لا علاج النهارده ممكن يجرى لي حاجه، الدكاتره مأكدين عليا العلاج ده ضروري. طبعا يا ماما، هو طبعا احنا لينا يا غيرك؟ ماما. ربنا هتسقف لها على وشها. يخليكي يا حبيبتي وما سمعت يلا عن ادب المباحث. تعرفيش يا ماما. ربنا يخليكي ليا يا نورة. هدخل اريح شوية على تمرين الاكل. خش اريح شويه بقى عشان انا جاي من التمرين تعبان. يا تمرين انا بتمرن جنب فين يا الجزار. اسطى الصوت الافكت بتاع سيف الكتانه هنا والله. يعني لسه اكيد هيجي كمان شويه. طول النهارده في الشغل ومش قادر اقف على ببص تاني. عناية يا محمد. ماشي. ما بقتش عارفة أعمل فيكي إيه، خنقتيني في عيشتي. أعمل فيكي إيه؟ حتى هدية صاحبتي جايبالك بيها العلاج. مالك يا ولاد؟ دخي مني. يا نوره يا نوره يا بنتي، عاوزة إيه؟ تعالي يا بنتي اطبخي مكاني، انا مش قادره، انت لو انا بتطبخي تعبانه خالص الله يبارك لك. تعبانة إيه؟ هو مفيش حد غيرك تعبان ولا إيه؟ اتنيلي اطبخي، ولو ما طبختيش أنت عارفة ممكن أعمل فيك إيه. ده متجوزها ازاي بقى؟ اقسم بالله انا مستنضفه تقف في كارتة موقف. ماما تعبانه ازاي؟ يا بنتي اعتبريني امي، انت عارفه ان انا تعبانه وما جبتش العلاج. بقول لك إيه يا حبيبتي؟ لو تعبانة يا أختي تقدري تروحي دار مسنين أو تريحيني لأنك بالمرة. بقول لك إيه؟ هتطبخي في علاج، مش هتطبخي همنع عنك العلاج، وأنت عارفة. مش عارفه هو مفيش علاج اصلا عشان تمنعه عنها. انت ايه الجبروت اللي انت فيه ده خالص؟ ده كده جبروت؟ الله حرام يدينا هبله. انا ما اعرفش بس مين بيخدم مين. حاضر انت اللي نفسك يا اختي. نسكافيه. انت عاملانا ليه؟ يا بنتي انا عايزه الحمام يا بنتي، حرام عليك. أنا بخش الأول. انا تعبانه عندي السكر يا بنتي. تجيبي لي صاحبك أنا. هي بقى فضلت مستنيه حماتها لما تيجي تخش الحمام عشان ترخم عليها وتدخل يا قبلها. بنتي خلينا نخش الحمام الاول، انا القلوط على الحر. ايوه حسبي الله ونعم الوكيل. مفيش حكم في الفيديو ده يطلع لها طرد بنت الجزمه دي. يا رب صبرني. يا حماتي. يا اسطى يا حماتها ما تخشيش ليه؟ عمالك بتبيع على القعده. حاضر يا مرتبي. يا ولاد خدي موقف، انا مش فاهم. يا ولاد خدي موقف. وقايمه تطبخ وبتاع واقفه بتكنس معانا ما الشقه نطفت ولا هم طفحوا. انا خلاص ما بقتش قادره استحمل. انا قلت هتاخد لها راجع لكن مفيش فايده، ما بترجعش نفسها. انا لازم اقول لك هي ما بتضربش ليه غير بكتافها. هنشوف. ايه اللي براجل يقلب؟ بتعملها دي. دي احدى مواهب استاذ مندو موهبه، احدى فنيات استاذ مندو موهبه. ممكن الواد ينزل. يا ولية بعد الشهر. انت ماشي الحاجات دي تاني. قال إيه؟ بدون الواد ينزل يا عم. أمك هو ايه الرياكشن دي؟ تسيبني يا أخويا. ما تعملش الحركات دي تاني، اسمع كلام امي. تعقبيش تاني عشان الواد ما ينزلش. حاضر يا راجل، حاضر. كده اعوذ بالله. وعمال ينزل. قادر يا راجل هذا كده. يا اسطى انا اول ما اشوف حد واحده ترفع دي لا، وتنزل دي وتنزل لا. دي وترفع دي. انزل يا أخوي طول ما أنا مرتاحة. قال إيه؟ أم الواد راحت، أم الواد جات. ما تخش يا أخويا كده تعمل لنا أكلة حلوة ولا تعمل لنا كوبايتين شاي. انت شقيتي. طب شغال طبيعي. ايه؟ انت مش عارف ان انا حامل؟ افرض يا اخويا اتخبطت في المطبخ، الواد ينزل، اعمل ايه ساعتها انا بقى؟ عادي الواد اللي انت عماله تقول هينزل اهو. هو يعني ايه؟ يعني ايه واحده تقول لاخو جوزها يعني ما خش اعمل لنا لقمه ولا اعمل لكم كوبايتين شاي؟ طبيعي في الفيديوهات دي طبيعي. يعني ايه؟ طبيعي والله. مش عارف ايه حامل في الواد، حامل في الواد. هو انت حامل في الواد يا اختي؟ مفيش حد حامل في الدنيا غيرك. والله عليك يا يا استاذ ماما. اخويا حامل في الواد، انت ايه اللي غايب؟ حامل في يا رب تسقط. اه يا رب تسقط عشان الواد ابن هتشيل الدنيا. الواد لو طلع بنفس الرياكشن الواد ده ما شاء الله بقها بيتحرك في زوايا غريبه. ايوه مش عارف في الواد. الكلام والقدر بتحكي. جت عليك انت. يا اختي بتحسد اخوك على الواد، ان شاء الله يا رب ده ينزل بيحسد يا اسطى، بيقارن اخوه بالكلام والله. يا اسطى اخوه اللي ساب من العلاقه دي تكمل عشان اخوه متفق معاه انه ياخد نص الولده بس. والله سلامة كده ويبقى صاحب كل حاجة،
ويوش ويرطل كده براحته وكده وخليه معاك. لو المكان اللي بيصور كنت ناولتها 40 الحمد كشاف. لله. ومن هنا نكون خلصنا حلقتنا عن عيد الام. كل سنه وانت طيبه يا امي، وربنا كده يا رب يديمك تاج فوق راسنا ويديمك بخير ويديم كل امهاتنا في الوطن العربي بخير وصحه وسلامه يا رب. كل سنه وانت طيبه يا امي، وكل سنه وكل ام في كل حته طيبه. احنا قلنا نهزر معاكم، عملنا حلقه خفيفه لطيفه الناس تتفرج عليها. ربنا يخليكم لينا وما يحرمناش منكم ويطول لنا في عمركم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. رمضان كريم عليكم. يلا بينا يا بودي.